صحاباتي، كي راكم؟ أسعد الله مساءكم. كي راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة بزاف بنينة بزاف اقتصادية. أول حاجة نصلوا على سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، وراح نبداو هنا. جيبي البيض تاعك، قطعيها إلى مربعات حوالي 2 حبات ولا 3، راح تقطع لك كمية لا بأس بها. هنايا راح نديرها في زيت، نجيب مقله نديرو فيها الزيت ونزيدو ديك الباطه ونديرو ملح، فلفل اسود، نزيدو تاني التابل، الجبن الا كان ما عندكش تقدري تستغني عليه، بابريكا حاره. وجبت هنايا مغرف صغيره تاع طماطيس تاع القوطي، ونزيدو نصف ملعقه صغيره تاع خردل. كيما راكم تشوفوا هنا نخلطوا كل شيء ونغطوه، ومن بعد كينا نديروها فوق النار، نقلوه مليح حتى من يدخلها باطة هذيك الطياب. نجيبو مغرف كبيرة تاع الفرينة كما كنت تشوفوا هنا، نحمسها مليح، يعني نقليها غاية في ديك الباطة، ونزيدو نمرقوها بكاس ماء. فوالا كما كنت تشوفوا حاجة سهلة توجد في أقل 5 دقائق، ما 4 5 دقائق. كما كنت تشوفوا هنا قليتها مليح وزدت الجبن كما نقولوا تاع القيطة، حنا كان عندي تاع البيض ودرته، وتزيدي ترشي كما نقولوا جبن المربى، جبن المبشور هنا ما كانش عندي. زدت هنايا قطعت الزيتون اللي كان عندي، الا كان عندك طون ديري اي حاجه متوفره عندك هنا، وعاود زدت غطيتها في 5 دقائق تكوني وجدتيها، يعني للفطور ولا للعشاء ولا حاجه رابيد. وشوفوا واحد التعليقه وواحد لاصوص وواحد البنة تجي فيها طب حاجة كراف. شوفوا ديك التغسيلة، شوف كراف لين هنا، يعني نقلح فيها. هديش المغربة قريبي أدن كنت صايمة، تقبل الله منا ومنكم. فوالا هذه هي النتيجة النهائية، جد حاجة ما تنشبعش. نتمنى تجربوها وتردولي بالخبر. استودعكم الله، السلام عليكم. نخليكم تكملوا تستبنوا بعينكم. مع السلامة.